اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد، يا رب ينول إعجابكم بإذن الله. النهاردة زي ما انتوا عارفين طبعا عندنا شغل في الشقة، فقلنا نغير. هنعمل ايه؟ هنعمل كشري. هنا بلة العدس وبلة الحمص ومغسولين وزي الفل، هرفعهم على النار. هنا بصلاية مبشورة أو متقطع صغير وهطلع بيها برضو على النار. تمام. هنا عندي رز ومكرونة وشعرية، المكرونة بتاعت الكشري اللي هي الرفيعة المعروفة. وهنا عندي مية ساقعة والبصل. هنا كنت قطعت البصل جوانح وهنزل عليه بمية متلجة اللي هي مقياد، علشان خاطر الحركة دي بتخلي البصل مجرمش معايا. اهو نجعته شوية وبعد كده هصفيه. كله قدامكم اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اهو هنا بقى كنت صفيت البصل من المية بتاعته واسيبه يتصفى شوية. تمام. اهو بعد ما يتصفى البصل واتأكدت ان هو مفيهوش مية، انزل عليه بمعلقتين 3 نشا او دقيق. ايه الموجود عندك؟ نشا حطي، دقيق حطي، مش موجود الاتنين عادي. اذا كانت هو كان في المية المتلجة هيفضل مجرمش وحلو، والبصل الابيض هو المفضل في الكشري. هنا حلة على النار واحط فيها الزيت. ليه حلة مش طاسة يا مقياد؟ عشان كمية عندنا عمال واحنا، فانا عاملة كمية. تمام. فقلت حلة احمر فيها البصل قبل ما اعمل اي وصفة. ليه بقى؟ عشان زيت البصل بيبقى كمية، فانا احمر البصل واخلص منه، والزيت بتاع البصل هشغله في كل الوصفات اللي تخص الكشري زي ما انتوا شايفين. هنا كانت حماتي بلة فول وعلقنا عليه عادي، بنعلقه على عين البوتاجاز عادي مفيش مشاكل. اهو هنا البصلاية دي اللي حطيت عليها شوية زيت هدبلها، اخليها تاخد اللون الذهبي الحلو زي ما انتوا شايفين كده. هنا خدت اللون الذهبي، انزل عليها بمعلقة التوم. اهو كنت دجة توم في الهون على شطة على كزبر، هنزل بالبصلاية بتاعتي عليهم. انزل عفوا بالتوم على البصلاية. اهو زي ما انتوا شايفين اخدت اللون الذهبي. كنت ضربة طماطم ومصفياها زي ما انتوا عارفين. طب يا ام اياد بتاعت الكشري بتصفيها؟ ايوه يا حبيبي دايما بصفيها عشان اتفادى اي قشور او اي بذور. هي بتاع المحشي بس اللي مش بصفيها. اهو زي ما انتوا شايفين كده، عشان دي صلصة هتتحط على وش الكشري، ما ينفعش يبان فيها قشور، طعمها مش بيبقى احسن حاجة. معلقة السكر عشان الحموضة ومعادلة الطعم اهو. بس اغطي زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنا البصل بدأ يدخل في مرحلة التحمير اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا الحمص كان معايا على النار اهو، بدأ ان هو يستوي خلاص شوية، وهطفي عليه. لقيته لسه شادد كده شوية وهطفي عليه. والبصل اهو تاني ببص عليه اهو. هنا معلقة شطة على الصلصة، واسيبها بقى الكلام ده كله مع نفسه لحد ما تتسبك، وهوريكم القوام بتاعها. اهو زي ما انتوا شايفين الكشري سهل وبسيط، بس رتبيه هتخلصيه بسرعة. انا ما خدتش ساعة واقفة على البوتاجاز والله يا بنات. هنا كانت الدماسة نزلت شوية مية على البوتاجاز، فمسحته عادي وشغلت البوتاجاز عادي مفيش مشاكل. وادي البصل خد اللون الجولد. إيه اللي يخليه مجرمش؟ ان انا اطلعه في مصفى مش على منديل. لو طلعته على منديل المنديل هيطريه. زي ما انتوا شايفين لونه ذهبي وحلو معايا، وهنطلعه في المصفى عشان يفضل مجرمش. او الصلصة على النار، وحط حلة على النار اللي هعمل فيها الرز اهو. لحد كده تمام، والفيديو سهل وبسيط بإذن الله. بس رتب دنيتك زي ما قلتلك هتاخدي نتيجة أحسن معاكي أهو. هنا كنت طلعت البصل كله أهو بوريهولكوا، قد ايه مجرمش، قد ايه لونه حلو، قد ايه طعمه مش ممرر وزي الفل بصراحة. هنا كان معايا دور بصل تاني بس كنت عايزة أعمل في نفس الوقت الرز، فهاخد كبشتين أهو للرز. أنا قلت زيت البصل اللي هحمر فيه البصل هشغل بيه باقي الكشري أهو زي ما انتوا شايفين كده معايا
انزل بالشعرية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هنا هحمر الشعرية، شوية شعرية محترمين كده عشان الكشري يطلع حلو. بس اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطيت معلقة الملح عشان تسرع التحمير بسرعة معايا، عشان اليوم النهاردة كان الله المستعان طويل جدا جدا جدا، وكان في مشاغل كتير، فالله المستعان. هنا الشعرية حمرت، هنزل عليها بالرز. هنا كنت مولع على البراد عشان اسقي بيه الرز، بس الهوا كان في الشارع فكان عامل النار، مخلي النار عامل كده يعني مش مستقرة. ادي التحمير اهو بتاع الرز بنحمر فيه. وهبدأ بقى ان انا اتبل الرز. هنا الرز خلاص كنت هسقيه. هتعمل ايه يا ام اياد؟ هتبل الرز، احط له سنة الفلفل الاسود التطعيمة بتاعته، وسنة توابل مشكلة. طب عبارة عن ايه؟ عن كمون وكزبرة وشطة، واحط الملح بتاعه. وانزل بقى هنا بمغرفتين من دي عدس من اللي انا بليت وسلقته نص سلقة اهو. كنت بلاه هو خدهم بتاع 10 دقايق على النار وكنت شايلاه. اقلب بقى، انا بحب اعمله كده يا بنات اهو. هقلب بقى وهسقي الرز ويغلي واوطي عليه زي ما انتوا عارفين. ولو كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا اللايك. المفروض انك انتوا عرفتوا انا بقول ايه. واذكروا الله طبعا يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا كان الرز زجيته بالمية بتاعته وظبطت ملحه وغطيته ويغلي ووطي عليه. وبقول لكم هنا حطوا اللايك. ادي التسبيكة بتاعتي الصلصة، قوامها هو اللي انا عايزاه كده. خلاص انا هطفي عليها، تمام، هطفي عليها مؤقتا. لكن التسبيكة بتاعت الكشري يا بنات لازم يكون شغالة عليها على نار هادية جدا جدا جدا. لازم اول ما تبدأ تغرف لازم تكون على نار هادية. هنا حلة على النار انزل فيها بالملح عشان اسلق المكرونة. يعني الرز بدأ يتشرب. شايفين جمال الرز والعدس اهو، ولا اروع من كده ولا احلى من كده. طب المقدار ده قد ايه يا ام اياد؟ كوبايتين رز وقولي كوبايه شعريه ومغرفتين من دول عدس. مليول الحله دي اهو بألف هنا وشفا للي اكل حاجه. والاكل كفه وكلنا اكلنا وفاض، واللهم لك الحمد والشكر اهو. هنا بقى ابدا اسلق المكرونه كانوا عندي حبه سباكيتي عند حماتي يعني، والمكرونه اللي هي بتاعت الكشري اللي هي التحمير الصغيره. بقول لكم 3 دقايق على النار مش اكتر. هي المكرونه تتسلق 3 دقايق فقط لا غير، ما تعجنش معاكي. هنا طبق ألمونيا او طاسه او زي ما تحب على النار، وانزلي لي بمعلقه زيت اهو ومعلقه شطه عشان تعملوا الهريسه بتاعت الكشري او الشطه او زي ما بتقولوا اهو. دي الطريقة اللي أنا بعمل بها يا بنات، ومعتمداها من زمان وبحبها، وبتطلع لي كشري كويس وحلو. لو عندكم طرق تاني بقولولي في الكومنتات. هنا اهو بدأت تتحمص معايا الشطة، أنزل عليها بكوباية خل اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، ولا أروع من كده. بعد كده أروح أنزل عليهم بمعلقتين الصلصة وكبشتين الصلصة. لا عفوا يا بنات انا اسفة، ما نزلتش بكوباية الخل دي مش الدجة، لا دي الشطة حطيت عليها معلقتين خل اهو. كسرت الشطة بمعلقتين خل وبعد كده رحت حطيت كبشتين صلصة. وادي المكرونة اهي بتتسلق معايا ومفلفل حتى وهي في المية السخنة مش معجنة خالص زي ما انتوا شايفين كده يا بنات معايا. هنا الشطة غليت معايا ارفعها في طبق اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصت الشطة، نفس ذات الطبق نغسله وننزل بيه على النار تاني. هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا المكرونة كانت غليت معايا، بس يا ايه ده عشان بتلخبطني اهو. نزلت في الصينية دي، رفعتها على النار ونزلت فيها بالمكرونة بعد ما اتسلقت وهي سخنة ما اتغسلتش على النار اهو. هنزل عليها بكبشة زيت من اللي في الحلة ده اللي محمرة بيه الكشري
اللي محمرة بيه عفوا البصل. معلش يا جماعة، اليوم كله النهاردة كان إرهاق، واللهم لك الحمد والشكر، قضيت على خير والحمد لله. بس برضو ده ما يمنعش ان انا مرهقة وتعبانة، وجنبي الأستاذ إياد أمال ينكف فيا. أهو هنا بقت الطبق ده نفس ذات الطبق اللي قلتلكوا عليه، أنزل بيه على النار، وأنزل بكوباية الخل بتاعتي وحبة توم مهروسين ومعاهم نص فلفل أخضر، واغلي الكلام ده كله على النار، وعصري لي ليمونة، وكده خدتي أحلى دجة للكشري أهو، اللي هو الخل والثوم. وفي ناس بتسميه الصوص الأبيض، براحتكم زي ما تسموه سموه. أنا بعمل كده وبحط كده على السفرة، واللي بيحب الطعم ده بيحط، واللي عايز من غير الدجة دي بيحط عادي، مفيش مشاكل. أهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي بالظبط، سهل وبسيط. ورتبي يومك ورتبي أفكارك، تاخدي إن شاء الله نتيجة حلوة أهو. وكلكوا شطار وعارفين، وحطوا اللايك يا بنات أهو. عصرة الليمون هنطجها طبعا، حرام مش هنرمي حاجة. كمان هنزل بالقشرة في الطبق، هيغلوا غلوة، وبعد كده هروح ايه أصفيهم من الكلام ده. أيوة تصفيهم يا أم إياد، أيوة أصفيهم عشان الشرب الدجة تبقى رايجة وصافية وحلوة يا رب أهو. يس. والبصل مخليه قدامكم في وسط النار عادي، علشان هيفضل مجرمش ويفضل حلو خالص، ولحد ما اكلنا وخلصنا مجرمش بعينه. هنا خلصنا، هنا عندنا عمال، مش هينفع نقدم كشري لوحدي. هنعمل ايه؟ فاكرين البانيه اللي كنت مقطعاه معاكم؟ تمام، عندي البانيه وعندي ميه متلجه، هنزل بالميه المتلجه في بوله زي ما انتوا شايفين كده. دي بوله صاج بتاعت حماتي بتاع زمان، هنزل بالمية فيها، احط عليه ايه بقى؟ كاري وبابريكا وشطة وجنزبيل وفلفل اسود، وانزل بالبهارات دي كلها في المية المتلجة زي ما انتوا شايفين معايا كده يا بنات اهو. افضل بقى ادوب في دولة، والملح طبعا. تمام، يبقى نقول تاني: كاري وبابريكا وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح وشطة وزنجبيل. طب الكميات ايه يا ام اياد؟ الكميات نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة، وايه تاني؟ وفصين توم مفرومين وبصلاية صغيرة مفرومة. انت المفروض هنا في الوصفة دي تحط بودر، بس انا ما كانش عندي بودر، هحط طبيعي عادي مفيش مشاكل، والوصفة هتفضل معايا حلوة وزي الفل برضه. انزل بقى بالبانيه بتاعي اهو شرايح زي الورد اللي انا مقطعاها معاكم، وانزل اعمل بالتتبيله. اوعي كده الشوكه دي مش قاضيه مصلحه، يلا انزلي بايديك يا ام اياد ولخصي في المواضيع اهو. هنا بقى هسيب الخليط ده كله ساعتين، يوم اتنين في التلاجة. انا تساب معايا حوالي 3 ساعات اهو، زي ما انتوا شايفين معايا كده. فيديو سهل وبسيط ولذيذ، والطعم كان تحفة، وكان خفيف وحلو جدا، ونال إعجاب العمال وأكلوا واتبسطوا، اللهم لك الحمد والشكر. ويا رب بيوتنا وبيوتكم عمرنا بالخير يا رب يا حبايبي. هنا كنت صفيت المية خلاص، ونزلت هنا بربع كيلو دقيق في طبق، في عجانة، في بولة، في أي حاجة، وهنزل عليهم ب5 6 معالق نشا، ومعلقة من ده بيكنج باودر أهو زي ما انتوا شايفين. وهحط عليهم برضو سنة كاري وملح او زي ما انتوا شايفين، وشطة. مش هحط اكتر من كده. طب ليه مش هتحط بابريكا يا ام ايه؟ عشان خاطر ما ينزلش الزيت وتتحرج معايا. خدي بقى البانيه من المصفى، وانزلي لي بقى من تحت لفوق ومن فوق لتحت كذا مرة، ما تيأسيش. الحركة دي خديها وما تيأسيش. وهات الطبق جنبك يكون فيه مية متلجة برضو، وشوف انا هعمل ايه اهو. شايفين شرايح البانيه؟ تقطيعة ولا أحلى فرارجي يا بنات، والله مش بشكر في نفسي، بس هي شكلها حلو
اهو. يلا غلفي لي بقى البانيه ده كله بالطبقة دي، وشوفي بقى خدي احلى طعم واحلى جرمشة واحلى لون. ولا بيض ولا غيره، دي بعض طريقة من بعض طرق البانيه. لسه عندي طرق كتير بعملها وبعتمدها، بس انا حبيت الوصفة اللي هي الزنجر دي في جنب الكشري، عشان مش حابة بيض بصراحة في البانيه. اهو انزل بالمية الساقعة، تنزلي بقى، ايوه يا مؤيد هتنزلي بقى، انزلي بها وشوفي بقى النتيجة النهائية هتكون معاكي ايه. اهو شايفين. يلا بقى اعمل نفس الحركة تاني، جلبي من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وما تخافيش، مش هيتكسر معاكي ولا الكراست اللي على البانيه هيروح ولا اي حاجة، الطبقة هتفضل هي مظبوطة معايا وحلوة. اهو شايفين زي الفل. فيديو سهل وبسيط، وبالنسبة لي والله العظيم حلو جدا. معلش يا بنات هو طويل شوية عليكم، بس هي الوصفة كده. هنا حلة على النار، الحلة برضو اللي كنت عاملة فيها زيت الكشري، الزيت نظيف وزي الفل اهو. هنزل بيه البانيه، وتابعوا بقى معايا لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. اهو ما تلمسوهوش خالص، ولا بشوكة ولا بمعلقة ولا بمشبك ولا بأي حاجة، سيبيه كده يا بنات لحد ما ياخد اللون الدهبي اللي انت عايزاه. المطبخ سهل وبسيط وحلو، بس رتبي يومك ونظميه وان شاء الله خير. اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده، بدأ ياخد اللون الذهبي معايا، بدأت أقلب فيه بقى. اهو كده وصلنا لأحلى مرحلة فيه. شوفوا اهو كده خلاص كان خد اللون. شايفين بقى اللون شكله ازاي، ولا الجرمشة ما اقولكوش. وطبعا عشان يفضل مجرمش زي ما قلنا في البصل في مصفى، انزل بالبانيه في المصفى علشان خاطر يفضل مجرمش معايا وحلو. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا بنات معانا. هننزل بدور تاني. تمام اهو، انزلي بدور تاني في الزيت اهو، ولا اروع ولا اسهل من كده. يلا يتحمروا دول اهو. اقول تاني مية ساقعة، حطيت فيها معلقة كركم صغيرة، عفوا معلقة كاري، معلقة بابريكا، ملح، شطة، فلفل اسود، جنزبيل، وبصلاية صغيرة، ومعلقة توم. كل دول في المية وانزل عليهم بالبانيه، وهعصر نص ليمونة. تمام، انجعهم ساعة ساعتين تلاتة يوم براحتكم. وبعد كده اروح مصفياهم في مصفى، وبولة فيها دقيق ونشا وسنة كاري والملح بتاعك، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أقلب ده كله في بعضيه، وأنزل أغلف في البانيه. بعد كده أطلع على المية الساقعة، بعد كده أرجعه تاني للدقيق تاني. أهو دي بعض الطرق، دي طريقة واحدة، لسه مشاركتش معاكم أي طريقة. لسه في الاستريبس، ولسه في البانيه العادي بتاعنا اللي بالبقسماط، وفي البانيه المشوي، لسه في حاجات كتيرة. طبعا هخلص الكمية، فطبعا مش هطول عليكم، فانا هنا كنت خلصت وبوريكم. شايفين بجرمش ازاي اهو، شايفين بس كان سخن جدا يا بنات بصراحة. اهو هنا بدأ يهدى معايا، فهقطعه معاكم اهو. شوفوا لي بقى اللون ايه ده بقى، ايه ده يا بنات، شايفين البياض من جوه، شايفين السوا، شايفين الطبقة اللي عليه. اقسم بالله تحفة، والله الطعم ما اقولكوش، روعة روعة روعة. وهنا كان الصوابع برضو اللي قطعتهم معاكم اهو، عملتهم بنفس الطريقة. واهو شايفين من جوه برضو، شايفين البياض، شايفين اللون اللي من جوه ومن بره عامل ازاي. تحفة يا بنات، بس جربوه بالطريقة دي، اعتمدوها وان شاء الله بإذن الله هتنول اعجابكم. اهو فيديو سهل وبسيط زي ما قلنا، ولا اروع من كده. واحدة واحدة وظبطي يومك. هنا الرز بتاعنا اهو،
كان خلصنا والأكل كله خلص، واغرفي يا أم إياد، عشان هنا كان العصر يأذن وأنا معودة العمال العصر يأذن أروح مطلع الأكل أهو. هنا الرز من تحت زي ما انتوا شايفين، رز مفلفل مع العدس مع الشعرية، المكرونة اللي جلبتها بعد السلق في معلقة زيت من اللي هو كنا محمرين فيه البصل أهو. أنزل بعد كده على المكرونة بالصلصة، ترتيب أهو يا بناويت أهو زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقت الصلصة يا أم إياد، كبشة الصلصة، شايفين دايما الصلصة كده تبقى بتغلى على النار وانت بتغرفي أهو. حط الصلصة طبعا زي ما تحبي، ده عشان التقديم، زائد ان احنا واحنا بناكل بنبقى مالين طبق جنبنا تاني، اللي عايز يزود صلصة يزود، شطة يزود، دجة يزود، العدس. حلو الكلام اهو زي ما انت شايفة كده معايا. بعد كده الحمص اهو، ولا اروع من كده، والبصل. هنا خلصنا معانا اول طبق. البصل يا بنات مجرمش جدا وواضح من شكله في الفيديو، وحلو خالص. نغرف طبق تاني معاكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. الرز، بعد كده المكرونة، الصلصة، العدس، البصل، الحمص، او عكست انا مش عارفة، يلا ماشي ماشي كله ماشي، كله في الاخر هيتاكل اهو. انزل بالصلصة شوية محترمين، بعد كده انزل بالعدس، بعد كده بالحمص. طلع بالحمص يا بنات بعد العدس اهو. والورد من الآخر في الآخر خالص، الورد اللي هو البصل اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده معايا، ولا أروع ولا أسهل من كده. زي اللي بقت يا أم إياد أحط بصل من الجناب اهو. فيديو سهل وبسيط ولذيذ، ويعتبر وصفتين في وصفة. هو بالظبط كده ساعة وربع معايا بفضل الله. يعني كنت بسيب البصل على النار، اغسل شويه مواعين في الحوض، اعمل طقم شاي للعمال، اظبط الكاميرا، احضر لابن الحمام يغير كده يعني. مشيت ابني على القرآن. هنا بقى الطبق ده حماتي بتحبه كده، شوية رز وعليهم صلصة، أحط المكرونة أحط عليها صلصة، اللي هو إيه، أعبي الطبق كله بين الطبقات يكون صلصة. عملته لها برضه لست الكل بألف هنا وشفا على قلبها يا رب. دايما كده أحسها في الدنيا وتتدلع علينا براحتها أهو. هنا كده اهو زي ما انتوا شايفين كده صلصة اهو، رز، بعد كده هنزل بالعدس واكمل بقية الطبق غرف بالشكل ده. المهم العبرة في النهاية ان انا هملاه لها صلصة يعني، هي بتحب كده اهو. بس كده فيديو سهل وبسيط وحلو جدا، وما خدش معايا وقت. ويا رب دايما واقفين في الخير وواقفين في الفرح دايما. ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا يا حبايبي. وده كان الكشري المصري بتاعنا بطريقتي النهاردة، عملته بطريقتي اللي أنا متعودة عليها أنا وأمي وإخواتي، دايما بنعمله بالطريقة دي أهو. بقول لكم ده الطبق ده بتاع حماتي اللي هو كله صلصة تمام بقى زي الفل أهو. وهنزل كمان أحط له ورد مواول، مش هنسى طبعا، دي ست الكل دي أهو زي ما انتوا شايفين كده يا بنات معايا. هنا بقى كنت خلصت وفرشكوا السفرة الرخامة يعني كده، خلصت الأكل كله وغرفت وطلعنا الأكل للعمال وعملنا الشاي وعملنا العصير وشطبنا المطبخ. وكنت خلاص جيت بيتي عشان أمنتج الفيديو ونزله لكم ونشوف مذاكرتنا بقى واستعداد بكرة الدراسة بإذن الله. ما تنسونيش في دعوة لولادنا إن شاء الله في الامتحانات، ربنا يوفقهم ويثبتهم. وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.